أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن وجعل تلاوته عبادة وتدبر. حياة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أيها الأحبة، إن تلاوة القرآن ليست صوتا يجودا فحسب، بل رسالة تؤدى وأمانة تحمل ومعنى ينبغي أن يصل إلى القلوب قبل الآذان. وكلما ازداد القارئ علما بأدواته ووعيا بصوته وفهما لمقامات التلاوة كان أقربا إلى تجسيد الآية وإحياء أثرها في النفوس. ومن هنا تبرز أهمية الدورات المتخصصة في المقامات القرآنية، تلك الدورات التي لا تصنع قارئا حسن الصوت فقط، بل تخرج قارئا واعيا يعرف متى يرتقي بصوته ومتى يخشع ومتى يسكن النغم ليبرز المعنى، فيكون المقام خادما للآية لا متسلطا عليها. أيها الأحبة، لقد من الله علينا بمعلم من طراز خاص، القارئ الأستاذ محمد مهدي المنصور أبو مهدي، على محمد وآل محمد. أبو مهدي هو المقرئ والمحكم الدولي وصاحب الخبرة الطويلة التي تجاوزت 20 عاما في تعليم المقامات وفنون الأداء، خبرة لن تكن نظرية جامدة بل تجربة حية وممارسة عميقة ومنهجا واضحا المعالم. معلما لا يكتفي بإعطاء الدرس بل يصنع مدرسة، ولا يعلم المقام لذاته بل يربطه بالآية ومعناها، وينتهج المدرسة التصويرية، مدرسة الدكتور طه عبد الوهاب، التي تجعل النغم في خدمة القرآن لا متسيدا عليه. أبو مهدي هو معلم حاضر بفكره وتوجيهه، قريبا من طلابه، يتابعهم ويصقل مواهبهم ويمنحهم من وقته وخبرته بسخاء نادر. ومما يميز هذا القارئ والمعلم حرصه الصادق على إتاحة الفرصة لطلابه المتميزين في التدريس والقراءة في المحافل القرآنية ومساندتهم في المشاركات والمسابقات الدولية، وهو نهج نابع من قوة الثقة وخدمة القرآن وأهله، لا من حب الشهرة أو التفاخر، بل من الإيمان برسالة التعليم وبناء الأجيال القرآنية. وأقولها عن يقين وتجربة شخصية أن أبا مهدي لا يبخل بمعلوماته ولا يتأخر عن مساعدة ولا يدخر جهدا في صقل المواهب وإيصال طلابه إلى المشاركات القرآنية أو تدريبهم على المقامات بروح المعلم الرسالي الصادق. أيها الإخوة، إن من حضر هذه الدورات لمس الفرق وشهد التحول في الأداء والإحساس والثقة والوعي الصوتي. ومن هنا فإن الدعوة اليوم ليست مجاملة، بل دعوة صادقة لكل من يحب القرآن في قلبه، ولكل من يريد أن يخطو خطوة جادة في طريق الإتقان. لا تؤجلوا لا تؤجلوا لا تؤجلوا ولا تترددوا ولا تكتفوا بالرغبة، فالفرص التي تبنى على أيدي خبيرة وتحت إشراف معلم راسخ هي فرص لا تعوض. فالتحقوا بالدورات القادمة واستثمروا أصواتكم فيما خلقت له، وتعلموا على يد من جمع بين العلم والخبرة وبين الفن والرسالة وبين المقام والخشوع. نسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يمد في أعمار أهل القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من خدام كتابه العاملين به المتقنين لتلاوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.